مساء الخير على أصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أه حبيت أشارك معاكم كده قصة. قلت يمكن تنفع حد أو تفيد حد الشغل بتاعه. وأكيد طبعا كل الشركات أو كل الأماكن اللي هي فيها شغل يعني فيها كاميرات مراقبة، عادي، ده شيء طبيعي يعني. ولكن الجديد بقى والجميل واللي معرفش بقى كل الناس اخده بالها منه ولا لأ. يعني انا بصراحة اتفاجئت، يعني انا مش متابعة التكنولوجيا قوي، يعني عارفة ان هي وصلت لحاجات كويسة وتطور، بس ما جاش في بالي، يعني ما جاش في بالي ان المكان فيه كده، يعني الكاميرات اللي في المكان كده، او صاحب المكان مثلا حاطط كاميرا، يعني بالمواصفات الدقيقة قوي دي اللي انا هتكلم عليها يعني. المهم عشان ما اطولش، هو ببساطة يعني انا كنت يعني بشتغل في مكان، وكان الشغل بتاعي اداري يعني، فكنت في المقر بتاع الادارة. والمكان كان يعني كان جيم بتاع شخصية مشهورة، يعني مش هقول اسم الشخصية دي، بس حد شخصية رياضية مشهورة قوي يعني. المهم فكان الكابتن اللي كان بيدير المكان يعني كان يعني اخو البطل الكبير ده يعني. كان حد كويس ومفيش اي مشكلة، بس كانت معاه يعني المديرة او المساعدة بتاعته كانت يعني شخصية جديدة شوية او شخصية غريبة شوية، ما علينا يعني. المهم اياميها بقى، بس ما كنتش لسه بقوة قوي دخلت في موضوع الاشارات الكونية ده، وان انا يعني ربنا ان انت تبقى طول الوقت كده ربنا يحذرك باشارات او حاجات. فما كنتش اعرف يعني الموضوع ده قوي، بس كنت ايه يعني ببحث فيه يعني. المهم فكنت انا كان معايا بنوته لذيذه جدا في الاداره، كانت تقعد بقى ترسيني الشغل نعمل ايه وما نعملش ايه، والكابتن طبعا اللي هو يعني اخو صاحب المكان يعني بيحب ايه وما بيحبش ايه وانت لو عندك افكار عايزه تقوليها تعملي ايه وما تعمليش ايه. فالمهم يعني البنوته دي كانت يعني بتتكلم معايا، يعني يعني ايه، كانت لذيذه وكده، وكانت تقعد تقول لي والله انت افكارك كويسه، والله انت قلبك على المكان، انا لو من الكابتن كنت اخليك انت المديره بدلها. فالمهم انا لقيت المديره دي بتعاملني بطريقه غريبه، وفي نفسنا وحوارات كده غريبه يعني. فمره يعني كان في يعني مهمه كده المفروض كنت اقوم بيها، كان شفت الصبح. فكان الكابتن اللي موجود والمساعدين بتوعه عمالين بقى ايه يعني يدربوني على يدربوني يعني الماشينز، طب تعمل ايه والمفروض انا اقول ايه والمفروض ايه اللي بيتم. تمام. والناس يعني شايفين شغلهم كويس جدا. فبعد كده بعدها بفترة حصلت يعني مشكلة بقى ما بيني وما بين المديرة دي، وبعد كده سبت المكان يعني ما استحملتهاش بصراحة. بس حصل ايه بقى، لقيتها بتحكي لي الكلام اللي حصل في الكباتن بقى والناس وكان في تمرين شغال وناس لقيتها بتحكي لي الكلام بالظبط بالحذافير. الله، طب هي سمعت ازاي اصلا مش موجوده؟ يعني هي اصلا في بيتها، يعني هي كانت في البيت. ماشي، لو في ماشينز او حاجه متوصله، او لو هي يعني في سيستم معين، ما جاش في دماغي بقى ان هي، طب سمعت ازاي؟ طب حتى لو حد نقل الكلام يعني هينقله بحذافيره، وانا قلت ايه والناس اللي بتتمرن قالت ايه و... كانت بتتكلم يعني بتغلط الكابتن في حاجة في التمرين، يعني بتتدخل كمان في شغل الكابتن اللي واقف. انا استغربت، انا بعد ما مشيت بقى وارتحت كده بقى من المشاكل ووجع القلب والدماغ، رحت قايله هي عرفت منين؟ يعني هي سمعت الكلام ده ازاي يعني؟ زي ما قلت لكم بقى، بعد ما مشيت وارتحت من وجع القلب ووجع الدماغ، فقعدت اقول طب هي عرفت ازاي الكلام كده يعني بأدق تفاصيله؟ الى ان كنت ماشيه في
شارع السلطان حسين تحديدا عند ساعة الظهور، فلقيت اعلان كان عامله حاجة تقريبا محل اسمه كارنفال ستور حاجة كده، لو تعرفوه، بيبيع لابتوب وبيبيع موبايلات بقى وحاجات ليها علاقة بالتكنولوجي يعني، وكاميرات. فلقيته كاتب، يعني انا سبحان من خلاني اخد بالي من الاعلان، وده بقى للناس اللي بتشوف الاشارات الفيديو الاشارات الكونية اللي انا كنت منزلاه، الاشارات الالهية. فلقيت كاتبين على الاعلان ايه رأيكم بقى في الكاميرات بتاعتنا اللي ما بقتش بس بتشوف، دي بتسمع كمان، مكتوب كده. قلت يا نهار ابيض، كاميرات ايه اللي بتسمع؟ يعني انا مش واصل لي بقى، يعني انا مش يعني ماليش بقى في الحاجات المتطوره دي، يعني ماليش خلطه بيها او تعامل، فما مش عارفه يعني. قلت يا نهار ابيض، يعني هي سمعت كل الكلام ده، وسمعت لما كنا مثلا الواحد بيقفقف منها، ولا مثلا زميلته هي بتقول لي المفروض الكابتن يقلشها ويحطك مدير عليها يعني استغربت، وفي نفس الوقت حمدت ربنا. يعني من هنا بقى ابتديت، يعني موضوع الاشارات الالهيه الكونيه ده، ان الواحد يعني هي معروفه، يعني عدت علينا في بوستات كتير على الفيس، اللي يقول لك ايه، ايه قرانيه بتكلمك كل شويه تتكرر عليك، كلام مثلا حاجه بتفكر فيها، تبص تلاقي حد ماشي في الشارع قال مثلا جمله او كلمه ليها علاقه بالموضوع. وهبقى برضو يعني ابقى انزل لكم فيديو تاني عنها يعني. المهم بصراحة يعني كانت صدمة بالنسبة لي، يعني استغربت قوي واتبسطت، يعني اتبسطت وبدأت بقى اخد بالي اكتر من موضوع الاشارات ده. وهو في حاجة اسمها برضو يعني صيغة السؤال، ان انا افضل اسأل ربنا اسئلة في العموم واسيبها، ولما يأذن بقى ربنا للإجابة هتيجي، يعني دي بقى ليها تدريبات معينة ان شاء الله برضو هبقى اعمل عليها فيديو يعني. بس بتنجح امتى بقى؟ لما الواحد ما يبقاش مستني الإجابة. طول ما مستنيين الإجابة مش بتيجي بالطريقة الجميلة اللي ربنا بيجاوبنا عليها. طبعا زي ما في القرآن آية جميلة جدا، وأتاكم من كل ما سألتموه، يعني ليها جزء برضو في الموضوع ده. بس فحبيت أشارك معاكم تجربتي مع الكاميرا، وأي حد بقى شاف الفيديو لو الشغل بتاعه يبقى يخلي باله بقى، عشان الكاميرات دلوقتي بتسمع مش بتشوف بس. وتصبحوا على خير.